نفسك. إنجي أحمد حلمي. طيب الإضاءة هنا شوية عشان الإضاءة وحشة قوي. انجي ايه؟ إنجي أحمد حلمي. قد ايه سنك يا انجي؟ 10. 10. قولي لنا انت بتقدمي برنامج ايه؟ أعيش في اسكندرية. عبارة عن ايه البرنامج؟ البرنامج بيتكلم عن هو ايه؟ هو كذا فقرة، منهم فقرة اسمها قرقوشة فرفوشة، بسأل الأطفال حاجات غريبة، زي مثلا بسألهم يعني ايه أرستقراطية، يعني ايه كاريزما، وهما بيجاوبوا إجابات غريبة يعني. في فقرة منهم بنعمل أكلات، وفي فقرة تانية بنعمل كرافت، وايه كمان، وفي فقرة بحكي زي ستوري كده. طب انت حبيتي الفكرة منين؟ يعني كنت بتتفرجي على فيروز وهي صغننة حبيتيها منهم؟ حبيتها من فيروز ومن جنى. من جنى؟ طب انت صاحبتها. ايه اللي مخوفك من الدستور؟ مش حكاية مخوفني، بس أنا كنت عايزة حاجة معينة في الدستور، إن في اسكندرية في أطفال موهوبين كتير مش بيهتموا باسكندرية أوي، يعني بتبقى مدفونة، بيبقى فيها فن كتير ومش بيبقى محدش بيكتشفهم يعني. طب ايه رأيك في السيسي؟ لا، ما ماليش دعوة بالسياسة. ليه ما؟ انت بتتكلمي عن الدستور اهو. ما بحبش السياسة. طب انت نفسك البلد تبقى ازاي الفترة اللي جاية؟ شايفاها ازاي انت؟ تحبي فيها ازاي؟ طب ليه عايزة تقابلي؟ لا، انا عايزه ابقى وزيره الاسكان والتعمير، بس دلوقتي عايزه اقابل وزير عشان تعملي ايه؟ ليه عايزة تقابليها ليه؟ وزير التربيه والتعليم، عشان يبقى في ماده، يعني غير اللي هي الدراسات بيعلمنا مصر وكده، لا يبقى في ماده حب مصر بقى، يعني نحب مصر وكده يعني. طب انت لو قالوا لك انت اللي هتكتبي المادة ديت هتكتبيها ازاي؟ لا، انا لو هكتب ماده مش هكتب ماده كده، انا هكتب عن اللي هي الاطفال اللي هي في اسكندريه وكده، الاهتمام بيهم عن كده، الاهتمام بيهم في كل المجلات وكده يعني. اسكان والتعمير. ليه؟ هتعملي ايه لو بقيت وزيرة اسكان والتعمير؟ تعملي ايه؟ عشان ابني شقق للناس الغلابه ومن مرتبي يعني.